ذكرت بعض التفاصيل هذا الموضوع. هنالك نعم أيادي خبيثة وراء هذه القضية، ولم يكن هنالك اشتباك مباشر، أي أن القوات الأمنية لم تكن مسؤولة أو قد أطلقت النيران على أبنائنا وأخواننا وأشقائنا المتظاهرين. لم يكن هذا. هنالك تحقيق جدي وهنالك اهتمام من قبل الحكومة بهذه القضية لمعرفة ملابسات هذه الأمور، وبالتأكيد الحقيقة تكشف، ومن كان وراء هذا الموضوع بالتأكيد سوف يكون تحت أيادي العدالة. هذا موضوع لا تهاون فيه. موضوع المنطقة الخضراء بالتأكيد بعض الإجراءات التي اتخذت الأمنية هي إجراءات مؤقتة، وحتى ما يخص كما ذكر أخي على قضية حظر التجوال كان مؤقتا ورفع في بغداد والمحافظات، كذلك الحال فيما يخص المنطقة الخضراء، وحتى على موضوع شبكة الإنترنت أيضا هي لدواعي أمنية. بالتأكيد سوف يكون هنالك موضوع آخر، ولكل حادث حديث. تعرف في كل دول العالم عندما تكون هنالك أزمات أو مشكلات أمنية تكون هنالك بعض الإجراءات. هذه الإجراءات هي للحفاظ على الروح وعلى المال وعلى الناس، وبالتأكيد هذه الإجراءات هي إجراءات اتخذت من أجل الحفاظ على السكينة وعلى الوضع العام. فيما يخص المفسوخ عقودهم، الدعوة كانت واضحة، هي من تاريخ ارتكاب جريمة الغياب الرسمي من تاريخ 10/6/2014. أعداد حقيقة كبيرة بحدود 108 ألف منتسب هم اللي ارتكبوا هاي الجريمة، والآن أصبحت الدعوة مفتوحة لهم والالتحاق فورا اعتبارا من تاريخ هذا اليوم 16، وصدرت فيها تعليمات. فيما يخص التي قبل 2014 هناك دراسة موجودة، وإن شاء الله لن يكون هناك أي من أبنائنا المنتسبين القوات المسلحة أن يظلم. المهم عندنا اليوم أنه عودة هؤلاء المراتب المنتسبين إلى العمل مرة ثانية في صفوف القوات المسلحة العراقية. فيما يخص الدعوات للتطوع، إن شاء الله هناك توجيه من قبل السيد وزير الدفاع المحترم، وقريبا إن شاء الله ستكون هناك بيانات تصدر أو إعلانات تصدر من قبل وزارة الدفاع. والأهم في هذا كله هو التخصيص المالي. عندما يكون لديك درجات وظيفية وتخصيص مالي ستكون هناك دعوات، وآخرها كانت الدعوة التي فتحت قبل فترة لخريجين الكليات، وكانت عن طريق الإنترنت. شكرا. نعم، يعني بس أنوه على هذا الموضوع. اليوم كانت هناك جلسة طارئة لمجلس الدفاع في وزارة الدفاع برئاسة السيد معالي وزير الدفاع المحترم، وأكد وبتوجيه من القائد العام بأنه كل 108 شخص كلهم هذول انقبلوا. عندنا 3500 واحد فحصوا ب 2016 و2017 و2018 أيضا هذول تم قبولهم أجمعين. عندنا قبل فترة سوينا دعوة لأصحاب الشهادات والعدد وصل إلى 6000 أيضا. معالي وزير الدفاع قال هذول أيضا كلهم ينقبلون. واليوم كان أكو اجتماع على ضوء هذه الجلسة الطارئة لمجلس الدفاع الساعة 4 عصرا. شكلت لجنة من أجل إعداد آلية التطوع وفتح باب التطوع. وزارة الدفاع استجابت لكل النقاط نعم. اللي طرحت من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء. شكرا جزيلا. أيضا دكتور سيف لك إضافة، تفضل. تعليقا على الأوامر التي صدرت ما يخص وزارة الصحة من قبل مجلس الوزراء، تتكفل وزارة الصحة بعلاج كافة الجرحى سواء كانوا من المتظاهرين أو من القوات الأمنية، تقديم كافة الخدمات الصحية، وهذا هو ما جاري فعلا في الوقت الحالي. عندنا أعداد لا زالوا راقدين في مؤسساتنا، وبعضهم حالته خطرة مع شديد الأسف، وأيضا نكمل علاجهم وتأهيلهم، وإذا استوجب هذا العلاج أن يكون داخل العراق أو خارج العراق وزارة الصحة متكفلة بعلاجهم جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا